تعالي عايزه تكبري الهانش وتحرقي دم الاكس. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ لو اول مره بتشوفوا العبقري اعمل لايك واشترك في القناه وتعالوا نشوف الدنيا دي بتقول ايه. تعالي عايزه تكبري الهانش وتحرقي دم الاكس. طب ده ايه دخل الاكس في الموضوع؟ يعني انا لما افهم من تحت احرق دمه؟ يعني انت بدايه تفكيرها يا جماعه، يعني دماغها تعبانه. بس ماشي طبعا. الاكس لما يلاقيها تخنت من تحت يقول ايه ده؟ لو انا عرفتك هتوفاها من تحت والله العظيم انا ندمت واخبط دماغه في الحيط مثلا. دي دماغ. تعبتي من البوشك وعايزه حاجه تخليكي كيرف وطبيعي كده زي يا بنت. طبعا يا جماعه شايفين ان هي نرجسيه وشايفه نفسها ان هي مفيش منها اتنين وان هي تخينه جدا من تحت ومزه. تقييمها لنفسها مش من شكلها، تقييمها لنفسها من تحت. فده طبعا تاكيدا للنظريه اللي بتقول الاهتمام المؤخره اللي عليك دايما في المقدمه. طبعا وبمناسبه ان هي قررت تضحي وتقول لنا الوصفه السحريه بتخلينا ازاي نتخن من تحت. لما احنا نحمد ربنا اننا مره في السنه يبقى كده ما كانش زماننا طبعا عرفنا الوصفه السحريه. تكسبوا لي يا بنت، مش كل البنات تستفاد. يلا يا بنت مع الوصفه، خليكي من جايه كده وكده. ما عندوش، مفيش مستحيل. انا قاعد دكاتره التنميل والنفخ في بيوتها. ده انذار شديد اللهجه لدكاتره النفخ والتجميل، احذروا المزه دي كيرفي جايه لكم، خلي بالكم على نفسكم وانا مش هتكلم تاني. ورب العزة لو اتنمرت على ضحكتي راجي اجيبك من شعرك. قومي بنت اعملي الوصفه كل سنه وانتوا طيبين. اللي بيعمل لك وفل ده هتخبط في قلبي، ده في قلبش اوش. معايا هنا كوبايه لبن كامله متكامله. طبعا كوبايه لبن لازم تكون كامله متكامله، لو كانت ناقصه متناقصه مش هينفع الوصفه طبعا. وهننزل بالعسل وميكسك اللزوز. حاجه في الكومنتات تقولوا لي النتيجه اهي. اضرب الشوب اللي هي عاملاه ده. هي كل البنات اللي بتتفرج اضربي الشوب ده خلاص يا باشا. مش محتاجه ان انت تشكي في النتيجه، انت قدامك النتيجه اهي عملي. موزه كيرفي، فانت مش محتاجه ان انت حتى تبقي شاكه طب الكلام ده هستمر قد ايه ولا اي حاجه. انت اضربي الشوب ده وخلاص هتعدي كل الناس وهتبقي زي القمر.